اسمعك بقى تقولي تاني ان المحشي بياخد وقت معاكي. اوعي تقولي كده تاني، ما انت لازم طبعا تاكلي ولادك وتفرحيهم، صح ولا ايه؟ يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لايك بقى وكومنت حلو منك كده، وتفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك اشعار بكل فيديو انا هنزله. شايفين الجمال؟ عملنا لسان عصفور وعملنا سلطه وكمان فراخ محمره وكمان عملنا محشي كوسه وفلفل وبتنجان. كل الاكل ده ما خدش اي وقت خالص. ليه؟ لان خش مطبخك رتبي افكارك ورتبي مطبخك، والله العظيم الاكل ما هياخد اي وقت معاكي ابدا. وكفايه ان انت كده تاكلي ولادك وتفرحيهم، وربنا يا رب يخليكي كده دايما ليهم، امين يا رب العالمين. تعالى اقول لك بقى كده ازاي تاخدي شوربه ممتازه جدا. هتبتدي كمان اللي انت تجيبي الفراخ بعد طبعا ما نضفتيها كويس جدا وشلتي بقى زفاره منها بالملح والخل والدقيق والليمون. وهنبتدي كمان اللي احنا ناخدها نحطها في مصفى، ونجيب بقى بصلايه مع ملح وفلفل اسود، ونبتدي اللي احنا ندلك بقى الفراخ كويس جدا. وخلاص طبعا الميه معانا على النار، الميه غليت، هنبتدي اللي احنا ننزل بالفراخ. وبعد كده هنشيل طبعا اي ريم على الوش، ونحط بصلايه صغيره وقطايه وورق لورا. وكمان هنبتدي اللي احنا ننزل بفلفل اسود حصى عشان ما يسودش معانا الشوربه. ونبتدي كمان اللي احنا ننزل بمكعبين من المرقه وشويه من الملح. وخلاص على كده. ويا سلام بقى لو حطيتي كمان شويه بهارات فراخ، هتجيبيها منين؟ هتجيبيها من عند اي عطار. وخلاص كده الفراخ على النار بتستوي حلو جدا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هتعمليها من الناحيه دي شويه ومن الناحيه التانية شويه لحد خلاص ما تستوي معاكي، وهتبقى حلوه جدا. هنا بقى هنبتدي كمان اللي احنا نعمل خلطه المحشي. انا عملتها معاكم كتير قبل كده، بس لازم اقول لك طبعا ان هي فيها تكات معينه لازم تعمليها عشان تبقى حلوه قوي قوي. وخلطه المحشي كده انا ما اقتنعش بيها الا لما تكون حمرة جدا جدا. تعالى اقول لك بقى عملنا خلطه المحشي ازاي. اول حاجه طبعا هتنزلي بشويه من الزيت، وبعد كده هننزل بالبصل اللي احنا مقطعينه قطع صغيره، وهتنزلي بفلفل كمان متقطع قطع صغيره. يا سلام كمان لما تنزلي بالفلفل السبايسي، هيديها كده نكهه وانت بتعملي كمان وبتقلبيها كده حلوه قوي قوي. وهتبتدي كمان اللي انت تنزلي بالثوم المفروم. خلاص كده هنقلبهم كويس، وهنبتدي اللي احنا ننزل بمعلقتين من الصلصه. ليه هننزل بالصلصه؟ عشان طبعا الصلصه دي هتعزز لون القوطه معانا. وهنبتدي اللي احنا نضرب قوطه في الخلاط، ونبتدي اللي احنا ننزل بيها. طبعا القوطه اللي هي القوطه اللي انا بعملها وبضربها للمحشي ما بصفهوش، لكن طبعا المكرونه بصفيها. فهنا للمحشي فانا ما صفيتهاش، انا حطيتها زي ما هي كده. هبتدي كمان اللي انا انزل بالتوابل، هننزل بملح فلفل اسود بهارات المحشي، وكمان هننزل بالبابريكا، وتنزلي بشويه شطه لو حابه. خلاص هتنزلي بالملح وفلفل اسود وكمان بهارات المحشي، وهتنزلي كمان بشويه شطه لو انت حابه وكمان البابريكا. وخلاص على كده. شايفين الجمال يا سيدي؟ يا سيدي بجد على الجمال. ولا ريحتها كده وهي بقى لسه بتتسبك حلوه قوي قوي. في اللحظه دي كمان كنت غسلت بقى شبت وبقدونس وكزبره عشان طبعا احط التلاته. انت عايزه تستغني عن حاجه او مش بتحبي تحطي حاجه منهم، مفيش اي مشكله. حاجتك في بيتك وعاملاها براحتك وعاملاها مزاج، واعملي الحاجه اللي انت بتريحك وبتحبيها وولادك بيحبوها. خلاص هنا كنت كمان غسلت الخضره. ابتديت طبعا قبل ما تنزلي بالخضره تنزلي بالرز. ليه تنزلي بالرز الاول قبل كمان ما ترفعي الصلصه من على النار، او قبل ما تقفلي النار اصلا على الصلصه؟ عشان الرزايه كده تتشرب شويه من الصلصه، ما تبقاش ناشفه. وهنبتدي كمان اللي احنا ننزل بقى بالخضره اخر حاجه، ونديها تقلبتين. كنت انا هنا اصلا قفلت عليها النار اول ما حطيت الرز، وسبته كده شويه عشان طبعا الرز يتشرب من الصلصه زي ما بقولك، عشان ما تبقاش الرزايه ناشفه. وبعد كده نبتدي كمان اللي احنا ننزل بالخضره. وخلاص على كده هبتدي بقى اللي انا اديتهم تقلبتين بنفس الشكل اللي انتوا شفتوه ده. وخلاص جاهزه معايا متبله حلوه جدا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الفراخ كمان معايا على النار طبعا بتستوي. وخلاص وابتدي كمان اللي انا اقفل على الفراخ، وبعد كده اخد بقى الفراخ احطها في مصفى، واخد بقى الشوربه طبعا متملحه وحلوه قوي، ابتدي اللي انا اسقي بيها المحشي. يلا نكمل بقى اكلتنا الخطيره النهارده. انا معايا كوسه وفلفل وبتنجان. دايما هقول لك رتبي اكلك قبليها بيوم. يعني انت عارفه ان انت هتعملي محشي، هتبتدي تجيبيه قبليها بيوم وتقوريه وتسيبيه عندك في التلاجة، مش هيحصل له اي حاجه. وتجيبي الخضره كمان وتقطعيها وتحطيها في كيس وتحطيها في التلاجة. فخلاص تاني يوم بقى فاضل ان انت بس تعملي التسبيكه وتحطي الرز، وخلاص على كده كل حاجه جاهزه معاكي. فطبعا ربنا يا رب يحسن دايما ما بين ايديكي، فمش هتحسي بوقفه كتير في المطبخ. هنبتدي خلاص اللي احنا بقى. بصوا بقى، انت عامله رز مثلا كميه، هيفيد ولا مش هيفيد رز؟ اكيد طبعا ممكن مثلا يفيد معاكي شويه رز، تعملي بيهم ورق عنب، تعملي بيهم كرنب، مفيش اي مشكله. انا عن نفسي لما بعمل خلطه بعمل بكميه. ليه؟ عشان طبعا ممكن تاني يوم بقى اجيب مثلا ورق عنب، اجيب كرنبايه كده، ابتدي اللي انا احشيها خلاص تبقى التسبيكه بقى والرز كده موجودين معايا. طبعا انا الوقت ده عملت كده. ليه؟ لان انا كان عندي ورق عنب، ابتديت كمان اللي انا هحشي ورق عنب تاني يوم. بس انا معايا كميه، ما ينفعش اللي انا ابتدي احشي المحشي بكميه الرز دي كلها. لا، هجيب طبق خارجي ابتدي اللي انا احط الرز واخد الكميه اللي تناسبني للمحشي اللي انا هعمله.
انا هنا طبعا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك حشيت بقى هنا كوسه وفلفل وبتنجان زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. وزي ما قلت لكم تاني يوم كمان كان عندي ورق عنب، ابتديت كمان اللي انا هسوي معاه ورق عنب. بس هنا بقى عملت ايه 3 حلل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انت ممكن تعملي ال3 في حله واحده، عايزه الفلفل والكوسه لوحدهم ماشي، عايزه البتنجان والفلفل لوحدهم براحتك جدا. بس حتى لو انت عملتي حله واحده وحطيتي ال3 هيستوي معاكي وهيبقى حلو قوي. هنا انا عملت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك 3 حلل. الحله هسيبها بقى لتاني يوم زي ما قلت لكم، والحلتين هبتدي اسويهم بسم الله ما شاء الله وبألف هنا وشفا على اللي هياكل. ولازم عشان تسقي المحشي اي نوع من انواع المحشي لازم طبعا تكون الشوربه مغليه، يعني تكون سخنه جدا. على فكره دي سبب ان الرز يستوي معاكي في المحشي كويس قوي، ان لازم الشوربه تكون مغليه. تعالي كمان اقول لك بقى هنا كمان على لسان العصفور اللي هيطلع معاكي حلو قوي ومش منشف الحله، ويبقى فيه شوربه كده وملحلح زي ما احنا كلنا بنحبه. هتجيبي طبعا معلقتين من السمنه البلدي، وهتبتدي كمان ان انت تنزلي بلسان العصفور، وهنبتدي بقى نقلبه كده بنفس الشكل ده لحد ما ياخد معانا اللون الذهبي. وبعد كده خلاص الشوربه برده هننزل بيها. اول ما تنزلي بالشوربه وتاخد غلوه واحده بس تبتدي ان انت تنزلي بشويه فلفل اسود على الوش، ونبتدي اللي احنا نقفل عليها وخلاص على كده. وبعد ما تيجي بقى خلاص هتبتدي ان انت تغرفي الاكل، هتبتدي ان انت تسخني لسان العصفور بتاعك. هتلاقي اصلا هو استوى بالشوربه السخنه، عشان كده احنا هنغلي الشوربه غلوه واحده بس في لسان العصفور، ونبتدي اللي احنا نقفل عليه. فلسان العصفور نفسه هتلاقيه استوى من الشوربه السخنه مش وهو على النار، فهمتيني؟ بس صدقيني التكات اللي انا بقولك عليها في الاكلات دي حلوه جدا جدا، وانا جربتها وانا بعمل بيها. وطبعا ما بقولكيش على حاجه لما بتكون ناجحه 100%. وربنا يا رب كده دايما يحسن ما بين ايديكي وتعملي لاولادك احلى واجمل الاكلات. خلاص هنا لسان العصفور زي ما قلت لكم خد اللون الذهبي، نزلت بالشوربه ونزلت كمان بشويه فلفل اسود من على الوش، وهبتدي خلاص اديله غلوه واقفل عليه، اغطيه واسيبه بقى كده. قبل طبعا وانا بغرف خلاص الاكل، وقبل طبعا ما ابتدي ان انا احط الاكل هبتدي احطه طبعا على النار عشان طبعا يسخن، وابتدي ان انا اغرفه سخن كده فبيبقى حلو قوي. صوت المحشي وهو بيستوي ويا سلام على الجمال بجد، حاجه كده تفتح النفس. وكمان الفراخ وهي بتتحمر مش قلت لكم حاجه كده تفتح النفس. وخلاص على كده الاكل جاهز معانا وحلو قوي. عملنا لسان العصفور، عملنا المحشي كمان وخلاص هيستوي معانا، وكمان حمرنا الفراخ. والاكل خد معانا وقت؟ والله ما خد معانا اي وقت ابدا. شايفين بقى هنا الفراخ اتحمرت ازاي؟ احنا بقى بنحب الفراخ متحمره كده. وبعد ما تطلع بقى كمان تحطي عليها شويه ملح وفلفل اسود كده، يا سلام على الجمال. وتحطي كمان في طبق كده وتحطي عليها بقدونس. وكمان هنا عملت السلطه، ولازم السلطه تحطي عليها خل وليمون وشويه ميه ساقعه، وكمان التوابل. لازم طبعا يكون طبق السلطه جنب اي اكل كده، هو السلطه اصلا اللي بتفتح النفس، كمان جنب شويه مخلل كده، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنا المحشي كان استوى كمان معايا، والفراخ كمان اتحمرت وخدت اللون الذهبي، والسلطه جاهزه، وكمان لسان العصفور عملته. وخلاص كده اكلتنا جاهزه حلوه جدا، ما تحتاريش خلاص. فاكله بكره اعملي لهم محشي كوسه وفلفل وبتنجان وشويه سلطه، وحمري لهم كده الفراخ، يجوا كده من المدرسه يشوفوا الاكل كده ويشموا ريحته كده ويفرحوا كده ويقولوا لك تسلم ايدك يا ماما. ربنا يا رب يخليكي كده دايما ليهم وتعملي لهم احلى واجمل الاكلات. تعالوا بقى كمان اوريكم شكل المحشي كده واحنا بنغرفه. عشان كده بقول لكم كمان ان لازم خلطه المحشي تكون حمرا كده، عشان بعد ما يستوي يكون شكله بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى قلت اغرف كده طبقين معاكم عشان كمان اوريكم شكل المحشي بعد ما استوى عامل ازاي. واسيبكم بقى واروح كده اكمل بقى للولاد كده بقيت غرف الاكل كده، وبالف هنا وشفا على اللي هياكل.
هنا بقى كانت الكوسه والفلفل، وكمان هنا البتنجان وشويه السلطه، والفراخ خلاص هنا زي ما انتم شايفين اتحمرت معايا، وكمان لسان العصفور سخنته وخلاص كده جاهز معايا زي ما انتم شفتوا كده. شايفين المحشي هنا؟ يا سلام، الرزايه كده بصوا مستويه كده وحمرة من جوه، بصوا حاجه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض فيديوهات كتير جدا جدا، ونعمل مع بعض احلى الاكلات واحلى الوصفات. وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا، يلا بقى نصلي على النبي مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.